ما فيها حتى حساب. ما حتى أريد أن أصحح معلومة جاءت في بعض المنابر الإعلامية كتقول داروا القرعة، ما ليس هناك أي شيء من هذا القبيل. فكان واحد التوزيع سلس بالتوافق بين الوزيرين، بيني وبين الوزير الاتصال، وبتدبير من رئاسة الحكومة. يعني لم يكن فيها أي شيء يعني اللي يكون مثير لقراءة أو تأويل. هذا من جهة. من جهة ثانية يعني قطاع الاتصال هو قطاع كباقي القطاعات، وإذا اقترن بمهمة الناطق الرسمي فأي وزير سواء كان رجلا أو امرأة سيقوم بهذه المهمة، ولم أرى في ذلك أي شيء إلا أنه تكليف، وأنه لفترة انتقالية، وأن أي مسؤول كيفما كان جنسه سيقوم به بامتياز. لا يمكن طبعا، لأن أولا أنا أقول لك الحكومة برئاسة السيد رئيسها السيد بن كيران في 2012 كان متوقع أن يكون عدد النساء فيها أكبر مما كان، لأنني كنت الوزيرة الوحيدة. بسعيه هو نفسه كرئيس حكومة يسعى إلى تشكيل حكومة اللي غادي يكون فيها طبعا رجال ونساء من الوزراء، لكن لم يتحقق هذا، لأن الكثير من الأحزاب المشكلة للحكومة لم تقدم نساء في ترشيحاتها لاعتبارات داخلية داخل هذه الأحزاب. لا يمكن أن نخمن ما هذا الذي ستقوم به مكونات الحكومة المقبلة، وكذلك ما هي اقتراحاتها. وإلا يمكن أن أقول بأن اليوم هناك تحدي كبير، لا يمكننا أن نرجع إلى الوراء، كما أنه لا يمكن أن ننزل على الأقل عدد النساء الذي كان في الحكومة السابقة، وكذلك بالتناسب مع العدد الإجمالي لأعضاء الحكومة. أنا أنوه اليوم برغبة الجميع لكي يكون عدد النساء أكبر، وكذلك أن يكونوا محفزين بشكل أكبر، لأن النساء اللي مروا عبر هذه الحكومة الأخيرة على الأقل برهنوا على كفاءة عالية من خلال تخصصاتهم المختلفة: البيئة، الماء، التعليم العالي، القطاع التضامن، وبالتالي وقطاعات أخرى لم أتذكرها. فبالتالي نقدر نقول لكم بأنه النساء اللواتي شغلنا مهام تدبير قطاعات مهمة نجحنا في هذه المهمة، وهذا حكم امرأة على امرأة. فبالتالي لا بد أن توضع فيهن الثقة الكاملة، وأنه يعني كفى من النظر إلى المرأة على أن المجال السياسي هو مجال ذكوري بامتياز. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.